السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله معانا فيديو جديد وروتين جديد ونصائح كده هقولك عليها. لو دايما بيتك مكركب ودايما بيتك تحسي ان انتي ست مهملة وان انتي مش نظيفة، لا تابعي معايا الفيديو الاخر وهقولك على حل ان شاء الله. والخطوات دي لو عملتيها دايما هتحسي ان في نظافة في بيتك وترتيب. تابعي معايا الفيديو الاخر. لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. تشتركوا في القناه عن طريق الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وبتفعلوا الكل عشان يجيلكم كل جديد ان شاء الله. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تحطي لي اللايك. يلا بينا نبدا الفيديو على طول. اول حاجه كده في الخطوات اللي انت هتعمليها، لو دايما بقى حاسه ان بيتك كده مكركب ومش بيبان فيه نظافه، ومهما تعملي فيه انت برضو مش حاسه بنظافه فيه، هتعملي ايه؟ هتعملي الروتين ده كل اسبوع، اللي هو ايه؟ ان انتي هتلمي كده. يعني مثلا انتي لو ست بتشتغلي او ما انتش فاضيه او انتي مش كل يوم ايدك في شقتك وكده وبتروقي وبتعملي، طيب هتعملي ايه بقى؟ اول حاجه هتلفي كده على شقتك بكيس في ايدك. الكيس ده هتلمي فيه اي حاجه مثلا ملهاش لازمه، كيس شيبسي، ازازه ميه عايزه مثلا، ازازه حاجه ساقعه، اي حاجه بقى، كيس عصير الولاد رموه هنا رموه هنا. فبتلمي اي حاجه ملهاش لازمه، ورق الاولاد مثلا مقطعينه، اي حاجه كده. يعني بنروق الجو قبل ما نبدا ترويق. انتي بتظبطي الدنيا قبل ما تبداي ترويق عشان ايه؟ نفسك تتفتح كده على الترويق وما تحسيش ان الدنيا كلها مبهدله وما انتش عارفه تبداي منين ولا منين. تمام؟ دي اول حاجه بتعمليها. تاني حاجه بتلمي الهدوم بقى اللي بيقلعوها ويرموها في اي حته والكلام ده، لا تلمي الهدوم اللي مش نظيفه على جنب، والهدوم النظيفة تتعان في الدولاب. وتالت حاجة ان انت تعوديهم كمان ان هما يعني يحافظوا على موضوع الهدوم ده كويس قوي. يعني الهدوم اللي بتتقلع مش نظيفة دي تتحط في مكانها في باسكت الغسيل. الهدوم النظيفة اللي هي مثلا اتلبست وهتتلبس تاني لسه نظيفة دي بتتعلق بره الدولاب على مثلا شماعة، او على اللي هي الشماعة بتكون ايه في غرفة الاولاد دي بره الخارجية. طبعا الهدوم اللي اتلبست تعوديهم ما ترجعش في الدولاب تاني، ده برضو عشان انتي بتعوديهم على النظافة والنظام. وكمان ما يكركبوش الدنيا، يعني مش اقلع وارمي على السرير، اقلع وارمي في الارض، لا، طالما هدوم مش نظيفة اوديها باسكت الغسيل، هدوم نظيفة والبسها تاني اعلقها في مكانها. تمام؟ تالت حاجة ان انتي بقى تروحي تشغلي الغسالة، الهدوم اللي انتي طلعتيها دي كده تاخديها توديها الغسالة. واي حاجة بقى، كوبايات، طبق، اي حاجة كده الاولاد كانوا بياكلوا فيه اي حاجة، تسالي مثلا كده، او بيشربوا عصير، بيشربوا اي حاجة، كوباية مية، تلمي كل ده وتوديه على الحوض. رابع حاجة الكتب بتاعت الاولاد والكراريس والاقلام والحاجات دي تلميها وتحطيها في الادراج بتاعتها. تمام؟ وتعودين برضو على النقطة دي ان هما الكتاب مثلا مش محتاجينه، كشاكيل، كراريس، اي حاجة تتحط في مكانها، ما يسيبوهاش مثلا ما يذاكروش ويسيبوها كده محطوطة وخلاص. لا، ممكن لو عندك اولاد اصغر منهم يجوا مثلا يلعبوا فيها يقطعوها، وكمان بتبهدل شكل الأوضة والمنظر والمكتب وكده. فتعوديهم على ترتيب برضو الكتب بتاعتهم وكده. وكذلك الألعاب، ان هي بعد ما يخلصوا لعب الألعاب دي مثلا بتتلم في الصندوق بتاعتها، بتلم في المكان بتاعها، ده برضو بيفرق جدا في الشكل. تمام؟ هما طبعا الاولاد مش هنعرف نسيطر عليهم، بالذات الاطفال، في موضوع الالعاب. يعني انتوا زي ما انتوا شايفين في الفيديو انا بروق وبعمل، والالعاب منطورنها لي في كل حته برضو، لكن انا عامله لهم مكان معين ليها، بس هما ساعات يعني بيلموا ما بياخدوش بالهم فبيسيبوا حاجات منها. دي رابع خامس حاجه، وهي انك تلمعي بقى العفش كده، تجيبي فوطه بتاعتك بقى او الحته القماش انتي بتلمعي بيها وتنفضي كده العفش كويس قوي. الاخشاب بقى، النيش مثلا، السفره، السراير، اي ترابيزات قدامك، اي حاجه خشبيه بيتكوم عليها تراب او زجاج او اسطح تلمعيها. التراب ده بيفرق جدا وبيطفي زهوة الحاجة زي ما احنا قلنا. ومسافة بس انتي ما بتلمعي كده وبتشفطي بمكنسة بتحسي ان في فرق كبير جدا في الشقة، والدنيا نطقت كده وبقت احلى بكتير. تمام؟ وكمان وانتي بتعملي كده بقى برضو هتظبطي بقى السراير، سواء بقى هتغيري الملايات او مش هتغيريها، بتظبطيها كده بقى وتعدليها، وتظبطي الدنيا كده عليها. تمام كده؟ رقم 6 بقى هندخل على المطبخ ونغسل المواعين اللي احنا بقى طلعناها. مش عايزين بقى نكسل، احنا بنعمل كل حاجة ورا بعض كده وشغل خفيف. ده يعني روتين بسيط كده ان انتي بتحافظي على شقتك كل اسبوع. تمام؟ لو انتي بقى الدنيا مكركبة كده مش عارفة تبدأي منين، فندخل بقى على طول كده على المطبخ، وكل الحاجات اللي احنا لميناها تدخلي بقى تغسليها.
بعد كده بقى رقم 7، بعد ما خلاص غسلنا المواعين وظبطنا الدنيا كده، بنعمل ايه بقى؟ نغسل بقى الرخامة بتاعتنا كده. طبعا الرخامة لو مبهدلة او عليها اي حاجة برضو بنبدأ نلمعها ونظبطها كده ونغسلها كويس، عشان برضو الرخامة دي من الحاجات اللي هي بتبقى اكتر حاجة بتبقى عرضة تحطي عليها حاجة ممكن توقع اكل، اي حاجة تلزق فيها، فلازم تغسليها اول باول. وكمان احنا داخلين على فصل الصيف والنمل بقى والحشرات طالعة، فاي حاجة عشان تحافظي على نظافة مطبخك دايما، اهم حاجة عندك الرخامة برضو ان انتي تحافظي عليها دايما نظيفة، عشان ما يجيلكيش عليها مثلا اي نملة او اي حشرات. طبعا المطبخ كله عموما، لكن احنا بنعمل ده اللي هو الروتين يعني السريع، اللي هو احنا بقى اهملنا طول الاسبوع في البيت ومش عارفين نبدأ منين، واتخنقنا بقى كده، اللي هو كل ما تبصي في الشقة مش عايزة تعملي حاجة او مش عارفة تبدأي منين. فالخطوات دي هتريحك جدا جدا لو مشيتي عليها. تمام. بعد كده بقى، بعد ما تغسلي الرخامة وتغسلي البوتاجاز كمان، عشان البوتاجاز بيفرق جدا في نظافة المطبخ. رقم 8 في النصايح بتاعتنا ان انتي بقى بتبدأي تمسحي الارضيات بتاعتك. تحطي طبعا في المية، انا بحب احط الكلوروكس الابيض، وكمان بحط معاه شوية اللي هو جنرال بتاع الارضيات، جميل جدا وبيديكي لمعة حلوة قوي في الارضيات. تمام. اي حاجة طبعا متوفرة عندك ده بتبدأي تمسحي بيها. انا طبعا مش بغرق الدنيا جامد ولا بدعك بقى وكده قوي، بس لو حاجة محتاجة ان هي تندعك بدعكها، وببدأ امسح والمع، ومش بزق بقى العفش ولا كده، لان ايه يعني ده مش التنظيف العميق. وطبعا كل اسبوع طول ما هتعملي كده هتحسي ان الدنيا دايما نظيفة، ومش محتاجة منك دايما ان انتي تزقي وتشدي وكده. لكن مثلا لو كراسي انتريه بتبدأي تجيبي من تحتها إيه الحاجات، ترابيزات بتزقيها، اللي هي الحاجات الخفيفة. تمام. ولو انتي فرشة السجاد ومش بتشيليه كل اسبوع مثلا، فتبداي تشفطي بالمكنسة وتمسحي الارض اللي باينة بس، هتديكي برضو فرق كبير يعني في النظافة، وهتديكي لمعة حلوة قوي للارض. هتحسي بفرق يعني، عكس ان انتي دايما حاطة السجاد وبتشفطي بالمكنسة من غير ما تلمعي الارض. لا، لمعي حتى الاجزاء اللي باينة بس من الارض عندك. دي رقم 8. رقم 9، هندخل بقى على الحمام. هتغسلي الحمام بعد ما خلصتي بقى الأرضيات عندك كلها، هتدخلي تغسلي الحمام. تمام. نغسله بقى غسلة حلوة كده، وطبعا لازم نهتم بالحمام ده جدا، ان يعني لما بتسيبيه شكله بيكون يعني صعب، ما ينفعش. فتغسلي الحمام، واهم حاجة برضو ان احنا كل يوم ويوم او يوم لأ، يعني تغسلي الحوض والقعدة مثلا والبانيو، ده يوم يوم ويوم. لكن بقى كل اسبوع بتبدأي تغسليه بقى بالسيراميك وكل الاجزاء بتاعته دي، عشان كمان ما يتكونش عليه بقى يعني رواسب كده، او يكون مش شكله مش حلو قوي. رقم بقى 10، بتقعدي بقى كده بعد ما خلصتي بقى شقتك كلها ولمعتي ونضفتي ومسحتي وخلصتي كل حاجة، تجيبي بقى لو عندك شوية غسيل كده كانوا على الحبل بتبدأي تلميهم. وبعد بقى ما تخلصي كده، ما تقعديش بقى يعني مثلا وانتي في وسط ما بتعملي الروتين ده تقعدي تطبقي في الغسيل وتضيعي فيه الوقت، لا، انا عن نفسي انا بعمل كده. اوقات ممكن اطبقه وانا بروق، لكن اوقات تانية بستنى لما بخلص خالص الروتين بقى اللي انا عملته في الشقة كله، وبقعد بقى اجيب شوية الغسيل، لو عندي طبعا بقى غسيل عايز مثلا يتطبق، او غسيل عايز يتكوى، هدوم مثلا عايزة تتكوى. طبعا انا بحب اشيل اي هدوم مكوية جاهزة في الدولاب، سواء هعلقها او هطبقها، ده الهدوم الخروج مثلا اللي هي بتتكوى. تمام. او اي حاجة تاني انت بتكويها، مش بحب ادخلها الدولاب وبعدين ساعة الاستخدام اجي اكويها، لا. فانا مثلا لما بخلص بقى اللي ورايا بجيب المكوة بتاعتي كلها، بجيب بقى الغسيل اللي عايز يتطبق وبقعد اطبقه. طبعا زي ما قلنا مثلا لو ملاية بتطبقيها وتحطي الاكياس بتاعتها جواها. وبرضو انتي بتحطي في الدولاب تحافظي على نظافة دولابك، لو لقيتي حاجة عايزة تتعدل، حاجة مش مظبوطة كويس، بترتبي الدولاب كده وانتي بتحطي انتي بايدك اللي هتحافظي على دولابك دايما نظيف برضو ومرتب، مش هيتعبك خالص في التنظيف. كذلك الملابس، يعني مثلا لو بيجامة ترنج اي حاجة بتطبقي كده وبتحطي ايه حاجتها جواها، بنطلونها اي حاجة. تمام. وبس كده، هي دي العشر خطوات اللي لو اتبعتيهم ان شاء الله هيبقى بيتك دايما مرتب ونظيف، ويعني مش هتحسي كده ان الدنيا دايما مكركبة او زحمة ومش عارفة تبدأي منين،
لو طبعا يعني في ناس مثلا بتشتغل بره البيت وكده، ستات ربنا يعينهم ويقويهم يا رب، يعني بيبقى الدنيا صعبة معاهم جدا ان هم شغل في البيت وبره البيت، فبتكون الدنيا صعبة معاهم قوي، فرق يعني كبير ما بينهم وما بين اللي بتكون برضو مش بتشتغل او كده او قاعدة في البيت. فربنا يعينهم ويقويهم يا رب ويعين الناس كلها. فطبعا ايه يعني الروتين ده، لو بقى زي ما بقولك انت بقى بتهملي مثلا في البيت او ظروفك اللي بتحكم ان انت ما بتقدريش تعملي، فمثلا اسبوع او كده، فالروتين ده حلو قوي، ودايما هتحسي بنظافة وترتيب. وكمان حاجة تانية ان انت بتعودي اولادك زي ما انا قلتلك دايما على الترتيب والنظافة. واحدة واحدة الاولاد طبعا مش بيستجيبوا بسرعة وبيدوخونا كلنا، ربنا يهديهم يا رب جميعا، لكن واحدة واحدة ومع الاستمرار، وان انتي بتعملي الحاجات دي والخطوات دي، لو هم صغيرين كمان هيطلعوا على كده. يعني الاطفال بتبص لامها وبتطلع زيها، وان انتي بتعوديهم برضو، يعني مش برضو تسيبيهم بس ان هم يشوفوكي بتعملي ايه وكده، لا، انتي من وهم صغيرين اعملوا، رتبوا هدومكم، رتبوا العابكم كده، فبيطلعوا حابين الترتيب وحابين النظام. وكمان يا حبايبي ما ننساش واحنا بنعلمهم النظافة والترتيب برضو نعلمهم دينهم، ونعلمهم الصح من الغلط، ويعني اي حاجة، لان دلوقتي الاولاد بقت بتتعلم من التليفونات مش مننا احنا، اكتر حاجة بتأثر عليهم التليفونات. فربنا يعيننا كلنا على اولادنا يا رب، ويحفظهم كده ويكفيهم شر كل حاجة وحشة وشر الفتن يا رب. لازم ان انت تكوني دايما مع اولادك في الصح والغلط، وتراقبيهم بتتفرجوا على ايه، لان بصراحة التليفون يعني حتى التيك توك والحاجات دي بقت فيه حاجات واشكال كتير بتظهر عليه كده، يعني غلط الحاجات دي، يعني بتضر الاطفال، دي فيروس بينتشر بجد والله. والاولاد بقى يعني طول النهار ماسكين التليفونات، واحنا خلاص بقى خلصنا المدارس وقاعدين دلوقتي بقى في الاجازة، فحاولي بقى تشغليهم في حاجة مفيدة، تخليهم يساعدوكي في البيت، يعني تشغليهم كده عن اي حاجة وحشة زي كده. لو مثلا بيروحوا تدريب في النادي، بيروحوا اي حاجة، دي تبقى حاجة كويسة قوي ليهم. وياريت بقى لو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش تحطي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو منك. تمام. ونعلمهم برضو دينهم، ويا ريت نستغل الاجازه دي ما برضو في حفظ قران، حاجات مفيده كده يستفادوا بيها. وكمان يعني ان احنا نخليهم يخرجوا طاقتهم عشان يحاولوا يعني يفرحوا، مش طول السنه بقى دروس ومدارس وكده ومفيش راحه وكده، لا. فبرضو احنا مع ان احنا نعلمهم باسلوب حلو عشان ما ينفروش مننا او ما يكرهوش الحاجه دي. ونخليهم برضو على قد ما نقدر ان احنا نخليهم يحافظوا على الصلاه ونعودهم على الصلاه. يعني كل ده ربنا يجعله في ميزان حسناتك. واي ام بتتعب مع اولادها في حاجه زي كده، طبعا يعني ايه، لكل مجتهد نصيب، وربنا يعيننا كلنا على تربيتهم. فاحنا بنعمل اللي علينا وربنا الموفق طبعا، يعني مش اجتهاد مننا، يعني مش اي واحده تقول لا انا اولادي كويسين واحسن من غيري لا، ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا اللي بيهديهم. بس احنا، ما احنا سبب، احنا مجرد سبب، وربنا جعلنا سبب ليهم، فان احنا نكون سبب ليهم ونعمل اللي علينا، يعني ايه قدام ربنا كده معاهم، نعرفهم الصح من الغلط، نعرفهم الصلاة وديننا صح، عشان ايه ربنا يكرمنا بيهم كده، ولما يكبروا ربنا يجعلهم برين بينا كده يا رب، ويهديهم ويحفظهم، يكفيهم شر اي حاجة وحشة، لان احنا بقينا في زمن التليفونات والتيك توك والحاجات دي كلها اللي هي ضرر لاولادنا. وبس كده النهارده، يعني زي ما انتم شايفين الروتين بتاعي، دردشت معاكم شويه وقلت لكم شويه نصايح يا رب تستفادوا بيها، انا بتبعها وبعملها في بيتي، يا رب كده كل حد يدخل يستفاد بيها، وكل واحده كده مكسله تقوم تشوف اللي وراها وتظبط الدنيا كده يا رب. يا رب الروتين يكون عجبكم، وما تنسوش تحطوا لي لايك وتدعموني بكومنت حلو منكم، واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.